ادم في اخر سيشن قال لي انا حاسس اني بقالي سنه كامله واقف في مكاني، كل ما افكر ابدا في مشروع البرمجه اللي بحلم بيه او حتى اقدم على شغل جديد بحس ان في جبل قدامي مش قادر اطلعه. ادم مش حاله استثنائيه، ادم هو انا وانت وملايين الناس اللي بتحلم بحياه افضل بس مش قادره تبدا عشان خايفه من الفشل. انت عارف ايه اللي بيحصل لما بنخاف من الفشل؟ مش بس بنتجنب المخاطره، احنا بنتجنب الحياه نفسها، بنفضل في منطقه الامان اللي مش امنه اصلا عشان الوقت بيعدي واحنا لسه واقفين في مكاننا. وفي النهايه الخوف من الفشل بيخلينا نفشل بالفعل، مش عشان جربنا ومعرفناش لكن عشان خوفنا نجرب من الاساس. ادم حكى لي ازاي كان بيحلم يبقى مطور برمجيات وازاي كان بيتفرج على الناس اللي حواليه وهم بيحققوا احلامهم في المجال ده، بس كل ما يقرب من اللابتوب عشان يبدا كان يحس ان في صوت بيقول له انت متاخر، انت مش هتعرف، انت مش زيهم، انت لو بدات هتفشل وتضيع وقتك وفلوسك وحتى كرامتك قدام الناس. والصوت ده كان بيكبر كل يوم لحد ما بقى يسيطر على حياته كلها. انت شايف ازاي الخوف من الفشل مش مجرد احساس عابر؟ ده نظام دفاعي غلط شغال جوانا، زي واحد عنده جهاز انذار حساس قوي، كل ما يحس بأي تهديد محتمل حتى لو كان وهم بيطلق صفارة الإنذار ويقول له ابعد وما تقربش. والمشكلة إن الجهاز ده مش بيفرق بين الخطر الحقيقي والفرصة الذهبية. فكر معايا في الموضوع من زاوية تانية، إحنا بنتعامل مع الفشل كأنه نهاية العالم، كأنه حكم نهائي على قدراتنا وقيمتنا كبشر. بس الحقيقة إن الفشل مش نهاية الحكاية، كل الناس اللي نجحت في حياتها مرت بتجارب فاشلة كبيرة قوي، بس الفرق إن ما خدتش الفشل كهوية ثابتة، خدته كتجربة علم.